الوحيدة البطلة الدولية لمصر. أهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا فنانة واعدة جميلة جنة محمد عبد العزيز. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حضرتك طبعا النهارده كلمينا عن الفن التشكيلي، وطبعا فنانة تشكيلية، وهل ايه الجوائز اللي انت حصلتي عليها؟ أنا بدأت الفن التشكيلي من حوالي سنة ونص. أول مشاركة ليا كانت في مهرجان اللي كان أستاذ براود ومجدي معاوية يعني دي كانت أول دفعة ليا إن أنا أعمل تشكيل في مشواري كفنان تشكيلي. حصلت على جوائز الأوسكار في الفن التشكيلي وشهادة دراسة شهادة الفن التشكيلي. ورحت محافظة في مسابقة التلفزيون وشاركت في عدة مهرجانات حوالي كده 16 مهرجان. عرض الفني ومعرفة الفن كمان. برضه كان معرض كده اتعرض عليا إن أنا أعمل مشهد عالمية في قناة مصر الخليجية. كانت طبعا عشان سنين 17 سنة تقريبا. دلوقتي وبرضه يعني بحب اشتغل على نفسي، بحب اطور من نفسي وذاتي، بحب ادخل نفسي في كذا موضوع مش همشي في باين طب ايه اكتر حاجة انت شايفاها في المستقبل جنة هتكون فيها في النقطة دي؟ فاشن ديزاين. فاشن ديزاين جانب الفن جانب دراسة فاشن ديزاينر ده يعني من حلم الأول طبعا. فأنا نفسي أنزل سوق العمل فعلا مع فاشن ديزاينر ويبقى ليا براند خاص بيا وأكون مشهورة فيه. أنا أصلا نزلت تريننج في موضوع البراند ده بس حابة أطور نفسي كده في الموضوع ده عشان كده ده الموضوع المشروع اللي يكون على أرض الواقع ويكون ده اللي يتسع. بإذن الله تحققي الإجابة إن شاء الله. يبارك لك بأكبر فاشن ديزاين. شكرا ليكي. شكرا جدا لذوقك وسعيدة جدا إن أنا التقيت بحضرتك.